أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله. موضوعنا النهاردة طريف، لكن تأتي طرافته من ناحية الشكل، أما من ناحية المضمون فإنه يثير الألم والحزن والشفقة. موضوعنا عن أغرب وأعجب الضرائب التي فرضت على المصريين على مر العصور، زي ضريبة الصلع وضريبة قراء الأسنان والضرائب على المتسولين وضريبة إعادة استخدام زيت الطهي والضريبة على الموت. تعالوا ندخل في الموضوع واحكي لكم عليه. في يوم من الأيام كان السلطان الأشرف سيف الدين برسباي السلطان الثاني والثلاثون في ترتيب سلاطين دولة المماليك، اللي تولى عرش دولة المماليك عام 1422 ميلادية وحكم لمدة 17 سنة. ففي يوم من الأيام كان السلطان مجتمع مع بعض الأمراء، وفجأة انزلق غطاء رأس أحد الأمراء الموجودين وانكشفت رأسه، فضج المكان بالضحك والسخرية عليه من باقي الأمراء أمام السلطان، فقد كان هذا الأمير أصلع. شعر الأمير بالحرج فطلب من السلطان طلبا غريبا، وهو أن يوليه السلطان كبيرا للقرعان، وحتى يجنب السلطان الحرج ويحفظ له ماء وجهه. وافق برسباي وأصدر مرسوم سلطاني لذلك الأمير الأقرع ليصبح كبير للقرعان. وبدلا من أن يترفق هذا الأمير بأمثاله من القرع، تحول إلى قاسي منتقم من القرع، فعلى الفور نزل وشق شوارع وأسواق وبيوت مصر المحروسة يفتش في رؤوس المصريين، فيأمرهم بخلع أغطية رؤوسهم، فمن يجد منهم أصلع أو أجلح، أي ليس له شعر على جانبي رأسه، فرض عليه ضريبة أو كانوا بيسموها جباية. واستمر على هذا الحال حتى ضج الرجال الصلع من تلك الغرامات والجبايات، فلجأوا لأحد كبار رجال الدولة فتوسط لهم عند السلطان برسباي لإيقاف تلك الجباية الجائرة التي لا يد لهم فيها، فهي خلقة ربنا. فوافق السلطان على ذلك وأطلق مناديا ينادي بالشوارع والأسواق: يا معشر القرعان لكم الأمان. من المساوئ الكثيرة للعهد العثماني الحال اللي وصل له الفلاح. ففي ذلك العصر يقول الجبرتي إن الفلاح وصل إلى حال أقل من حال العبيد، حيث كان يلزم بالسخرة في الأعمال العامة وأعمال الملتزم والباشا الولي، كما فرضت عليه أنواع غريبة من الضرائب. ومن تلك الضرائب الغريبة ضريبة تسمى كراء الأسنان. فكان رجال الباشا والولي وكبار رجال الدولة من العثمانيين إذا مروا بقرية التزم أهلها بإقامة وليمة فاخرة لهم تقدم فيها أصناف وأنواع الطعام كنوع من الإتاوة. ولكم أن تتخيلوا الطعام اللي يمكن تقديمه لكبار رجال الدولة هيكون شكله إيه، وكذلك إطعام خيولهم. وفوق كل ده يفاجأ أهل القرية بمطالبتهم بدفع ضريبة في مقابل تفضلهم وتعاطفهم وتنازلهم لتناول الطعام، فعلى الأهالي أن يدفعوا لهم ضريبة كراء الأسنان، ودي ضريبة لرجال الباشا والوالي وكبار رجال الدولة مقابل المجهود الذي تبذله أسنانهم المبجلة والمعظمة في مضغ الطعام التي قد تحتاج إلى علاج. يعني يتحمل الفلاح المسكين مقدما
تكاليف علاج أسنان العثمانيين، ده إذا احتاجت علاج. المتصفح لبعض كتب التاريخ تستوقفه وثيقة تعود إلى سنة 1833 في زمن السلطان محمود الثاني أيام الاحتلال العثماني، تحتوي على ميزانية الحكومة المصرية إيرادات ومصروفات. ويتلاحظ أن جميع الإيرادات كانت تأتي من جيوب فقراء وبسطاء المصريين في هيئة أنواع تعددت بشكل فاحش من الضرائب والإتاوات، لدرجة أنهم حسب الوثيقة كانوا يفرضون ضرائب على الحواة والأرادتية والفرق الشعبية التي تدور في الطرقات والمقاهي، ورغم أنها لم تكن عندهم مهن بالمعنى المتعارف عليها، وإنما كانت تعد نوع من الارتزاق أو التسول المقنع. جرت العادة إلى إعادة استخدام زيت الطعام عدة مرات، فمن أجل التوفير مرة نقلي فيه بطاطس وفي نفس الزيت نقلي فيه بتنجان إلى آخره. لكن لم تكن تستطيع ممارسة هذه العادة التوفيرية في عهد المصريين القدماء. فأي شخص يريد إعادة استخدام زيت الطهي عليه أن يتحرص بشدة من كتبة الضرائب، لأن إعادة تدوير زيت الطهي كان مخالفا للقانون، فلم يكن يسمح للمصريين بإعادة استخدام زيت الطهي أو بدائل الدهون، لأنه سيؤدي إلى وفرته وبالتالي لرخص ثمنه، وسيؤثر ذلك على إيرادات الدولة. فحتى لا يكون لدى المصري القديم خيار آخر غير شرائه، فكان الكتبة يفتشون المنازل للبحث عن الزيت المستعمل، فلو عثروا عليه فإنهم يوجهون إنذارا صارما لصاحب المنزل ويجبرونه على شراء زيت جديد ودفع الضريبة المطلوبة. في عهد المصريين القدماء تنوعت وتعددت الضرائب، ولكن كانت الضريبة الأكثر غرابة هي الضريبة على مراسم الجنازات ودفن الموتى، هذا بالإضافة إلى تكلفة المقبرة نفسها، مما يعني أنه حتى الموت لا يعفى الميت من الضرائب. فلم يكن من الممكن للمصري القديم الهروب من دفع الضرائب حتى بالموت، وكانت الضريبة تقدر وفقا للوضع المادي والاجتماعي للمتوفي، وتتضمن براميل من الجعة وعدد من أرغفة الخبز ومكاييل من الشعير وثوبا إلى آخره، وهي ضريبة عن المتوفي الواحد على الأرجح. أصدقائي، رغم ما عرضناه عن أغرب وأعجب الضرائب التي فرضت على المصريين على مر العصور، زي عصر المصريين القدماء والعهد العثماني وعهد المماليك، لكنها لن تكون أغرب من الضرائب التي فرضت في المجتمعات الأوروبية والغربية والمتقدمة، زي الضريبة على اللحية وعلى الأبواب والشبابيك وعلى الظل وعلى الشمس وعلى أسماء المواليد وعلى العزوبية وعلى الغير مدخنين وغيرها وغيرها وغيرها. والغريب إن بعضها فرض في العصر الحديث، ده اللي هنعرفه في الفيديوهات القادمة.